مواقع النجوم، فرضية العصفري في مواقع النجوم. الآن بشرح لكم، هذا تعتبر كرسم تمثيلي لبداية الفرضية. فرضية مواقع النجوم. مواقع النجوم، شوفوا هذه الدوائر هي عبارة عن دوائر مختلفة الحجم، تبدأ من 1 إلى موجب ما لا نهاية، ومن -1 إلى سالب ما لا نهاية. سبحان الله العظيم. المغناطيسية من موجب 1 إلى ما لا نهاية مفيدة للكائنات الحية وغير الحية التي ترى بالعين، والمغناطيسية من -1 إلى سالب ما لا نهاية محتاجة للكائنات الحية وغير الحية التي هي من -1 إلى سالب ما لا نهاية. تطلق دوائر مختلفة الأنواع بحجمها من 1 إلى موجب ما لا نهاية مغناطيسية الكون، تلتقي مع مواقع النجوم بمختلف الحجم والتوائر. تلتقي على ايش؟ دائرة، تلتقي على هيئة بيضاوية الشكل مع ايش؟ فتكون مواقع كواكب. تلتقي مع دائرة مربعة الشكل مستطيلة. تلتقي في مواقع مثلثة الشكل، مثلثة بأشكال مختلفة بما لها وظيفة من الحجم والقوة والفائدة والطاقة والتفاعل والشد والحرارة لها فائدة من واحد. المواقع النجوم من 1 إلى موجب ما لا نهاية. تمام. مثلا الحجم، من ناحية الحجم لها فوائد في الحجم من 1 إلى موجب ما لا نهاية. تمام، من 1 إلى موجب ما لا نهاية. لها فائدة في القوة من 1 إلى موجب ما لا نهاية. لها فائدة في العناصر الكيميائية من 1 إلى موجب ما لا نهاية. لها فوائد من 1 إلى موجب ما لا نهاية انشطارية. لو أكتب كتب ملان السماوات السبع، لو تم كتب فرضيات ملان السماوات السبع كتب، ومثل السماوات السبع كتب فرضيات فقط في فوائد المغناطيسية ومواقع النجوم قليل. إذن العلم القرآن الكريم انشطاري، ليس له نهاية. يعني مواقع النجوم يرتبط بمحاور ومستقيمات من 1 إلى موجب ما لا نهاية. سبحان الله. هذا الموقع، هذا موقع نجم، هذا المحاور والمستقيمات الذي فيه مرتبطة من 1 إلى موجب ما لا نهاية وقابلة للانشطار ولا حد الآن متوسع. إنا خلقنا السماء وبنينا السماء بأيد. يعني ايش اقول لك، ما زال الآن مواقع النجوم في كل موقع من النجوم تتكون فيه مواقع أخرى من الجاذبية والمحاور لتكوين كواكب أخرى وفراغات أخرى وأقطار أخرى. وما زال الآن السماوات في توسع، السماء في توسع. مواقع النجوم لو أشرحها، أنا قلمتهم اشتري ملان السماوات السبع كتب لما أشرحها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم ما نفذت كلمات الله. وكلمات الله هي 3 كلمات فقط، 3 آيات فقط، فما بالكم بكتاب الله كامل. إذن علم الكتاب هو انشطاري، ليس له نهاية. الكتب فقط، الكتب عن عناوين علم الكتاب. لو امتلأ الكون كامل كتب وهي فرضيات في أي عنوان، سواء كان في مواقع النجوم أو الليل والنهار، قليلة. إذن هناك علم جبار قادم. إن شاء الله انتظروني اليوم بعد قليل، تقريبا الساعة 2 أو 2:30 أو 3 بتوقيت مكة المكرمة قبل أذان الفجر، رسم فيديو آخر عن مواقع النجوم والمغناطيسية للأرض
إن شاء الله سندخل لها من حلقة حلقة ما فائدة مواقع النجوم بالنسبة لجميع الظواهر الطبيعية والكائنات الحية وغير الحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.